ويتعب زيدان. الثاني 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 والله شعللها نحي الحذاء، اقترب من الحذاء. اليوم 2-0 لمصر. ترجع الكرة لزيدان. زيدان مش ممكن، مش ممكن يا معلم، مش ممكن. هو الامبراطور الجديد. الثالث الثالث الثالث. اديوس كاميرون، اديو كامرون، باي باي كامرون. مرحى بالفراعنة المصريين. الى اللقاء. كاميرون 3-0. هدف ولا بالاحلام، هدف على طريقة الافلام، هدف من سيناريو الكبار والامبراطور زيدان. محمد زيدان، محمد زيدان، محمد زيدان. الهدف الثاني، هو الهدف الثاني لصالح محمد زيدان. شيء منتظر وطبيعي بعصر اللاعبين. محمد زيدان وجد الثغرة، المراوغة باليمنى والتسديد باليسرى، والهدف الثاني لصالح المنتخب المصري. الهدف الثاني لصالح المنتخب المصري برجله اليسرى. صعب جدا كما قلت، صعب جدا انك تلعب بعشر لاعبين امام المنتخب المصري. هكذا هي اللعبه وهكذا هي كره القدم. هدفان مقابل صفر لصالح المنتخب المصري امام المنتخب الجزائري ب10 لاعبين. منتخب جزائري لم ولن يستسلم ويبقى يواصل اللعب. هو الهدف، هو يا بوتريكا، بوتريكا يوزع كرة. اضرب زيدان، اضرب زيدان، اضرب زيدان، اضرب زيدان ولا اضرب على الطاولة بخبطة اليد. ممكن يسجل، ممكن يسجل، سجل سجل خلاص. لما يكون عنصر المنافس بنقص الواقع. التعادل التعادل الثالث. الله 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 الثالث. زيدان زيدان. يعني إصابة صعبة جدا، كسر مضاعف في القدم، وكان طبعا مع اختياره للمنتخب هناك في الملعب من شدة التعثر كروس، وموجود أيضا بيكهام وشون رايت فيليبس. وهدف أول، وهدف أول، هدف أول محمد زيدان. لسه بنعدد في النجوم والنجوم، لكن نجم محمد زيدان يسطع هنا في ويمبلي. نجم النجوم المصرية محمد زيدان، نجم بروسيا دورتموند يعلن عن تفوق مصري وفرحة كبيرة في المدرجات. لسه بنحكي عن نجوم وعن بيكهام وجيرارد ولامبرت وادي فابيو كابيلو اللي تحدث عن زيدان وعمرو زكي، لكن لم يتوقع ان يفعلها محمد زيدان. هنا امامنا التمريرة، شوف التمريرة، شوف الكرة الحلوة، شوف التحرك. هاني سعيد يلعبها حلوة قوي، واللاعب ماتي اوبسن يسقط والكرة في الشباك. تمريرة قاتلة، حلو التحرك قوي، حلوة قوي العقلانية في وضع الكرة، استلام بمهارة وباطن القدم. يتقدم المنتخب المصري في ويمبلي على المنتخب الانجليزي بهذا الهدف الجميل.